اذا كنت دير لا جينيراسيون دو بروسبي والبيع توجور ناقص، جينيرالمون راح تاخذ واحد من هاد الثلاثه لي ديسيزيون. يا اما تزيد في البيجي باش يزيدوا لي بروسبي، تقول ممكن يكون كاين البيع اكثر، ولا تروح تبدل في الكونتيني تاعك تقول ممكن يجوني دي جون صح حابين يشريو، ولا تروح تستسلم وتطفي كاريمون سبونسور وتقول لا جينيراسيون دو بروسبي ما تجيبليش دي زوبورتونيتي تاع الصح. ومالوريزمون حتى واحد من هاد الثلاثه لي ديسيزيون راح يفيد البيزنس تاعك. وحبس ما راكش وحدك، اغلب الناس كيما انت يلومو سبونسور، يلومو السوق، يلومو لا بلاتفورم. بصح اسكو كش واحد فيهم يسقسي سؤال واحد برك: اسكو عندي سيلز سيستم واضح؟ مشكلتك ماشي في لا جينيراسيون دو بروسبي، المشكل تاعك راهو في لا ستركتور دو كونفرسيون اللي راك تخدم بها. شوف معايا السيستم البسيط هذا. اغلب الشركات في الجزائر يحبسوا في مرحله ليدز. كيجيهم الليد، واحد من السيلز يرفد التليفون يعيط، اذا ما ريبوندالوش الكليون ينساه، واذا ريبوندالو يهضر له شويه على الفوائد مميزات المنتج ولا الخدمه تاعو، يعطي له البري ويخليه يروح ويستنى في الكليون يعاود يعيط له باش يقول له ايه ندي عليك. هذا ماشي السيستم اللي راح يحول لك لي ليد العملاء تاع الصح. خلينا نعاودوا نعرفوا الفرق بين الماركتينغ والسيلز. في لاجيناسيون دو بروسبي الماركتينغ خدمته يخلق الاهتمام ويجيب لك الليد، والسيلز خدمته يحول هذا الاهتمام لديسيزيون. واذا ما عندكش جسر واضح بين الماركتينغ والسيلز، كل ليد راهو يضيع خساره. اذا تحب بنفس عدد الليدز تجيب عملاء اكثر، ما تزيدش في البيدجي، ما تبدلش لاجونس وما تبدلش لا بلاتفورم، سقم لا ستركتور كوميرسيال تاعك. باسكو ليد بلا كواليفيكيشن ضايع، ليد بلا فولو اب صحيح ضايع، ليد بلا بيبلاين منظم خساره مستمره. الجروث ولا النمو ما يجيش بالحظ، الجروث يتبنى بالهندسه. واذا راك حاب تبني نظام يجمع بين الماركتينغ والكوميرسيال اللي يحقق لك نمو مستمر، ما عليك غير تابوني وتستناني في الفيديو الجايين. سلام.